السلام عليكم. بزاف ديال الناس ملي كيدخلوا في علاقات كيتمناو يلقاو الحب، يلقاو الامان، يلقاو الدعم، ولكن مع الوقت كيكتشفوا تصرفات كتقلقهم، كتخليهم ما مرتاحينش، كيشكوا في راسهم، تصرفات غير طبيعيه. هاد التصرفات في الاول كتبان لك عاديه، ولكن حنا كنسميوها ريد فلاغ، يعني اشارات حمراء كتنبهك باللي كاينه شي حاجه خاصك تردي ليها البال. هاد الغيد فلاغ ماشي ضروري نهاية علاقة، وإنما علامات كتنبهنا، كتخلينا نطرحوا على راسنا الأسئلة الصحيحة. واش هاد العلاقة فعلا صحية ليا أنا؟ واش كتحترمني أنا؟ واش كتعززني أنا كإنسانة؟ الله سبحانه وتعالى كيقول: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعني الإسلام علمنا أن العلاقة مبنية على الرحمة والمودة، ماشي على التحكم والضرر والإهانة. تابعي معايا هاد السلسله على لي ريد فلاغ، غادي نكتشفوا كل مره ابرز لي ريد فلاغ وكيفاش نتعاملوا معاهم بحكمه ووعي. هاد السلسله غادي تعاونك باش تفرقي ما بين الحب الحقيقي والتلاعب العاطفي. كل حلقه فيها وعي، فيها تجارب حياتيه كتورينا طرف من الحقيقه. نتلاقاو المره الجايه باش نكملوا هاد المسيره ديالنا. خليت لكم هاد الكلمه من كلام نسا. انا وفاء، وهذا كلام نسا.